علشان تتحرر بقى من الخطاطيف اللي المنصات والعالم ده كله حاططها على نفسيتك وعلى تفكيرك وعلى دماغك، لابد انك تتحرر الاول من الدوبامين الرخيص. كلمة انت سمعتها كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت، كل تأكيد سمعتها قبل كده على القناة دي. لابد انك تعترف ان انت مدمن، وانا مدمن، كلنا مدمنين بصورة او باخرى على استهلاك المحتوى السريع سهل الهضم، والاستهلاك اللي يصيبك بالدهشة والفرحة والصدمة وكل ده في دقيقة واحدة. فلو انت بتتململ دلوقتي وبتتحسس تليفونك اللي هو في ايدك وممكن تكون بتتفرج عليه، او بتشد الشاشة من فوق كده تشوف نوتيفيكيشن او تشوف حد بعت لك رسالة، او يعني عايز تاخد بس تستنى بس حتة كده ما تكونش مستمتع فيها، حتة كده تحس فيها بالملل، واخد بالك يا متكتك يا مريل يا مشرط، وبعدين تروح. مش بشتمك انا بهزر معاك. متكتك اللي هي من تيك توك، ومريل اللي هي من ريلز يعني يعني ظبطت كده، ومشرط اللي هي من الشورتس. وللاسف تاثير الحاجات دي عليك خلاك غير قادر على التعامل مع الحاجات الممله. وقاعده كونيه كده، معظم الحاجات المفيده واللي هتفرق في حياتك هي حاجات ممله، هي مش حاجات ممتعه. زي ما بالضبط كده الحاجات اللي فيها سكر كتير هي ممتعه بالنسبه لك لحظيا، ولكن هي سيئه على كل نواحي حياتك، على تركيزك وعلى صحتك وعلى وزنك وعلى لياقتك وعلى كل الحاجات دي. في الغالب الحاجات الكويسه مش بالضروره بتكون ممتعه ولذيذه بهذا الشكل.